يا مساء الفل. بقالنا فترة مش بنتكلم لأن نادي الزمالك أحداثه كانت كتيرة. أحداث كلها مش إيجابية، ما كانش في أخبار إيجابية كتير، كان في مدير فني ماشي ومدير فني جاي ومين جاي ومين ماشي وفلوس ومستحقات وإدارات داخلة في بعضها ودنيا داخلة في بعضها. فإحنا كان قلنا نهدى شوية، نستنى نشوف الدنيا فيها إيه. الناس زي ما تنتقدني وتقول ان انا ضد النادي، لكن للاسف انا مش لاقي حاجه ايجابيه اتكلم فيها جوه النادي بالذات في الفتره دي. جون ادوارد قاعد ولا مش قاعد، ماشي ولا مش ماشي، مكمل ولا مش مكمل، دي كلها ايه مجرد وقت. وانا كنت قلت ان توقعي الشخصي ومؤشرات المشروع ده ماشي بيها، مشروع بناء فريق زمالك وبناء مشروع رياضي. توقعي مش هيكمل يناير، والدنيا مش احسن حال. فيريرا مشي، كابتن احمد عبد الرؤوف مكمل. انا بدعم كابتن احمد عبد الرؤوف، بدعمه جدا. اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، مدرب شاب عنده شخصية، عنده فكر كروي، بيشتغل في هدوء، ما بيظلمش، ما بيحبش وبيكره. اتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد، اتمنى الجمهور مع كابتن احمد برضو. كادر تدريبي محترم، زملكاوي محترم، هيبقى ليه مستقبل كبير ان شاء الله. اتمنى له النجاح. ماتشين السوبر صعبين، الماتش الاولاني بيراميدز، الماتش التاني لو كسبت يبقى اهلي او سيراميكا. محتاجين دعم الزمالك، محتاجين دعم جمهور الزمالك مع الكابتن احمد عبد الرؤوف، واللعيبه تشتغل بقلبها عشان التجربه دي تنجح او نعدي المرحله دي، لان دي مرحله صعبه. نخش بقى على المفيد والكلام المهم والارقام. انا محضر حاجات كتير جدا في ملف اللي هو اللي شاغل النادي، يعني الملف اللي شاغل جمهور الزمالك كله ارقام اهي وتواريخ وحاجات ما يعلم بها الا ربنا في موضوع الارض، ارض نادي الزمالك. الجديد ان مفيش ارض، لا قديم ولا جديد. زي ما حضرتك سمعت كده، لا في ارض لا قديم ولا جديد. ونجيب ورقه وقلم ونركز مع بعض عشان الارقام والتواريخ والحاجات ما تتوهش مننا مع بعضنا. يوم 22 فبراير 2022 في توجيه رئاسي بالسماح بمهلة لنادي الزمالك سنتين لبناء أرض النادي في أكتوبر. تنتهي المهلة إمتى؟ 22 فبراير 2024. حلو كده؟ المجلس استلم إمتى؟ مجلس كابتن حسين لبيب ده استلم إمتى؟ شهر 10 2023، قبل انتهاء المهلة دي ب4 شهور. حطينا البند ده بأرقامه، نركنه بقى شوية، نعمل فلاش باك مع بعضنا من أول المشكلة. في شهر 4 2025 جه تحديدا اختار لنادي الزمالك ان انت لو ما اشتغلتش في الارض. الاختيار جه امتى؟ شهر 4 2025. المهلة خلصت امتى؟ 22 فبراير 2024، سنة وشهرين فرق. المجلس استلم امتى؟ شهر 10 2023، يعني سنة و6 شهور كانت مدة المجلس لحد ما جالهم أول اختار إن أرض النادي هتتسحب لعدم الجدية. تمام؟ يوم 2/6/2025 جه إنذار لنادي الزمالك، هيتم سحب الأرض ومعاك 60 يوم ترد عليا وتطعن على القرار ده، عشان معاك 60 يوم ترد على الإنذار ده بورق وبمستندات إن أنت شغال في الأرض عشان الأرض ما تتسحبش. سوري، 30 يوم. الإنذار ده هيترد عليه في 30 يوم. محدش رد، لا حد رد على الاختيار الأولاني ولا الإنذار التاني. 30 يوم الأرض اتسحبت، وكان تحديدا في شهر 8، يعني كمان عدت المهلة شوية. الأرض اتسحبت، نزلت قوة ونزلت الشغل بقى القانوني نزل، والدنيا نزلت الأرض زي ما شفنا كلنا. طيب ده الكلام ده في شهر كام؟ شهر 8 أو 7، بعد انتهاء مدة الطعن في شهر 8 ال60 يوم. راح الأستاذ هشام نصر نائب رئيس النادي والمفوض بالإشراف والمتابعة والتنفيذ على بناء النادي،
يعني هو مفوض من المجلس، انت المسؤول بالاشراف والمتابعه والتنفيذ. اخذ معاه الاستاذ مجدي ميشيل رئيس اللجنه الهندسيه في نادي الزمالك، وراحوا قابلوا نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه عن اكتوبر، عن مدينه اكتوبر، او عن اكتوبر يعني. نقعد ونتكلم يا جماعه المشكله ايه، الحل ايه. فوفد نادي الزمالك قال لهم احنا معانا تراخيص ومعانا حاجات واقفه وعطلانه، وده اللي اخر البنى. طب ابعتوا لنا التراخيص دي وابعتوا لنا العطلانه عندكم ونشغلكم، يعني نشوف ايه المشكله ونحلها. عندك رخصه عطلانه في كده، عندك حاجه عطلانه في كده، نحلها. الوفد راح وما رجعش. نظم الكابتن حسين لبيب او اتفق على ميعاد مع مسؤولين في وزاره الاسكان، السيد وزير الاسكان، اللقاء بقى ايه، نحل مشكله الارض. ما دار في اللقاء ده كالتالي: اداره الزمالك متخصص لها 128 فدان لبناء نادي اجتماعي رياضي ملحق بيه جزء استثماري يدر دخل للنادي لا يتجاوز 5% وفقا للقانون. إدارة الزمالك خدت موافقة من رئاسة الوزراء إن 5% الاستثمار دي تبقى 20%، وده أول نادي في مصر يتوافق ليه على الطلب ده. والحكومة ورئاسة الوزراء وافقت على الطلب ده لنادي الزمالك إن تزود نسبة الاستثمار في الأرض الجديدة من 5% ل 20%، كأول نادي مساهمة مع نادي الزمالك لحل أزماته المالية. وبناء عليه الأهلي قدم بعد كده طلب، قال لك أنا عايز أتساوى بالزمالك في البند ده، وتساوى بالزمالك في البند ده في الأرض الجديدة بتاعة التجمع الخامس. تمام. بعد ما توافق على الطلب ده، الزمالك بدأ يعدل التراخيص والرسومات والبنى والحاجات الهندسية اللي أنا مش خبير فيها قوي. بدل ما أنت بتشتغل على 5% استثمار، بقى 20% استثمار، فبتعدل الرسومات وبتعدل التراخيص وبتعدل الدنيا دي. فلما قعدوا مع السيد وزير الإسكان اتقال الكلام كالتالي: انتوا يا جماعة استلمتوا، نرجع بقى للتواريخ اللي قلنا نحفظ التواريخ دي معانا. انتوا كان عندكم مهلة من 22 فبراير 2022 لحد 2024. لقينا ان انتوا استلمتوا قبلها ب4 شهور، فما كانش عندكم وقت تشتغلوا. اديناكم فرصة سنة ونص ما اشتغلتوش. وبعدين احنا ملاحظين ان انتوا مركزين على الشغل الاستثماري اللي انتوا بعتوه لرجال الاعمال، ومش مركزين على النادي. لا حضرتوا رسومات ولا حضرتوا تراخيص ولا حضرتوا حاجه للنادي الاجتماعي، النادي الرياضي. فهل انتوا يا جماعه شغالين جزء استثماري ملحق بيه نادي، ولا هو نادي ملحق بيه جزء استثماري؟ لان الترخيص طالع للارض جزء استثماري، جزء نادي ملحق بيه استثماري. انتوا عكستوا، انتوا بتدوروا يا جماعه دلوقتي على التراخيص بتاعت الاستثماري، بتدوروا على البنى بتاع الاستثماري، بتدوروا على ده، وما عملتوش حاجه في النادي. وهي دي الازمه. وبناء عليه اديناكم سنه ونص تبنوا، ما بنيتوش. سنه ونص بعد المهله تخلص في 22 فبراير 2024. احنا بدانا نتحرك معاكم في شهر 6 2025، بعد سنه ونص، او تقريبا كمان في شهر 4. كان بدات الاجراءات، بدا اول اختيار يجي للزمالك في شهر 4. فبناء عليه سيبناكم سنه كامله، وسنه ونص ما استلمتوا، سنه بعد المهله وسنه ونص من ساعه ما استلمتوا عشان تعملوا حاجه، وما عملتوش حاجه. فاحنا هنسحب الارض دي، وبنعرض عليكم ارض على اول طريق الفيوم، مش في التجمع السادس والتجمع العاشر والكلام ده على اول طريق الفيوم. تمام. الوفد اللي كان كابتن حسين لبيب ساعتها وكابتن هشام نصر وبرده كان معاهم الاستاذ مجدي ميشيل، وكان معاهم حد تاني تقريبا. قالوا لا، احنا خدنا من المستثمرين مليار جنيه، خدنا جزء اول 480 مليون، وفاضل القسط التاني اللي عطل بعد ما الارض اتسحبت. فاحنا مش هينفع، والكلام ده كله اتفاقات على المكان ده، احنا عايزين المكان ده. لا، المكان ده مش عايزينه، مش ينفع تاخدوه مكان جديد ولا لا؟ لا. طب خلاص، لا قديم ولا جديد. خلاص، حلوا بقى المشاكل دي وتعالوا. ومن يومها الموضوع وقف. طيب، في هنا شقين. الشق الاولاني
انت ما لجأتش كنادي الزمالك للطرق القانونيه عشان تجيب حقك لو انت ليك حق في الارض. يعني لا قدمت طعن في الوقت المسموح به، ولا حتى لجأت للقضاء الاداري تطعن وترفع قضيه عشان ترجع الارض. ما عملتش. فين خطواتك اللي انت عايز ترجع بيها الارض؟ مفيش. طيب ده اول شق. الشق الثاني، الملف اتحول لنيابه الاموال العامه. نيابه الاموال العامه هتقول في اعتداء على المال العام ولا لا، مش هتقول الارض ترجع ولا لا. الناس لازم تفهم دي. نيابه الاموال العامه هتقول في حد مدان بالاستيلاء على المال العام او اهدار مال عام ولا لا. في واقعة معينه بقى 30 فدان 20 فدان مش عارف ايه الكلام ده كله، دي في جهات تحقيق انا مش طرف فيها، او انا ماليش نتكلم فيها. ولكن النيابه العامه مش هتقول الارض ترجع ولا ما ترجعش، هتقول في حد مدان ولا لا، هتقول الناس بريئه ولا لا، وبناء عليه تم استدعاء اعضاء مجلس الاداره ويتم استدعائهم كاملا للادلاء بالاقوال، او كل واحد يروح يقول كلمته ويمشي، هيقول رايه ويمشي، او هيقول الموقف القانوني ويمشي، هيقول الوضع بالظبط ويمشي، تحقيقات واقوال. مفيش حد حتى هذه اللحظه مدان باي حاجه. يعني في كلام متداول ان تم متداول جوه النادي ان تم استدعاء امين الصندوق للتحقيقات، تم استدعاء نائب رئيس نادي التحقيقات. كلام انا ما عنديش تاكيد بيه، ولكن ده الكلام المتداول. اللي انا اعرفه ان فعلا هيتم استدعاء كل التحقيق، مفيش حد مدان، هي اقوال وشهود. رايك ايه في الواقعه دي؟ الواقعه دي ايه ظروفها؟ ده اللي هيحصل. فموضوع ارض نادي الزمالك فيه اهمال اداري، وفي اهمال قانوني، وفي تركيز على حاجه معينه. حتى لما الوفد اتكلم وقال احنا واخدين مليار جنيه او متفقين ان احنا ناخد مليار جنيه على المول ولا على الجنب الاستثماري او الشق الاستثماري اللي في الموضوع ده، ادى انطباع للمسؤولين ان انت برضو جاي تدور على موضوع الاستثماري، انت جاي بتدور على الاستثمار مش على النادي الاجتماعي. يا جماعه انت الرخصه طلع لك نادي اجتماعي ملحق بيه جزء استثماري، مش جزء استثماري ملحق بيه نادي اجتماعي. فارض نادي الزمالك محتاجه مجهود وشغل بروفيشنال واحترافيه اكتر من كده، لان الملف اعتقد الملف الارض اللي بتاعت حدائق اكتوبر راحت. لو فيها رجوع يبقى عن طريق القضاء وعن طريق الكلام. اي كلام تاني بتحاول تصدر للجمهور، الكلام ده مش صح، ودي حقائق وده كلام انا من مسؤولين جوه النادي، من ناس اداء في الملف، من ناس مسؤوله جوه اداره النادي. فاتمنى ان شاء الله المشكله دي تتحل، واتمنى ان موضوع نادي الزمالك يخلص في اسرع وقت، موضوع ارض النادي. وبالنسبه بقى لموضوع شركه الكوره هنتكلم فيه في فيديو تاني، لانه اهو معايا بارقامه ب 600 مليون بشركه الكوره من ايام قعده اللي هو عماد عبد العزيز ومستشار هشام ابراهيم، والاكاديميات، و30% لمين و10% لمين، والبنك الاهلي في حدوته كبيره اهي كلها بالارقام وبالخريطه، خريطه والله. هنتكلم فيها بس مش دلوقتي، نشوف بس موضوع الارض ونعدي موضوع السوبر، وبعدين ربنا ييسر الحال ان شاء الله. شكرا لكم.